جبل طاية ببلدية بو حمدان على الحدود بين ولايتي قلمة وسكيكدا التي تستقطب مئات العائلات منذ بداية فصل الربيع لمشاهدة هذه المغارة التي قيل عنها الكثير. محمد حمادة والتفاصيل. تصنع مغارة جبل طاية ببلدية بو حمدان على الحدود بين ولاية قلمة وسكيكدا الحدث هذه الأيام، حيث أصبحت العائلات تحج إليها خلال عطلة الأسبوع، وذلك بعد التعريف بها عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي من قبل أبناء المنطقة. مبادرات شخصية، احنا رانا قاعدين نديروا نصوروا، قاعدين نجيو ونعرفوا في الناس ونحطوا في الصور، نحطوها في مواقع التواصل الاجتماعي. الهدف تاعنا انه باه نعرفوا بها الناس وتولي الناس تعرفها، وتولي الناس ممكن وممكن بالك حتى باه تحفز السلطات باه يشوفوا يتولوا لهذا الموقع يعني الخارق للعادة، يتخدم ممكن لما لا يكون بين احسن مواقع سياحية. ورغم افتقار المنطقة لأدنى الشروط والمرافق وخطورة الدخول إلى المغارة، إلا أن الفضول دفع الكثيرين إلى المخاطرة لمشاهدة مناظر تسحر العين. لقيت بزاف حوايج، كاين الصواعد والنوازل هذوك في حياتي ما شفت منها أول مرة. شفت برك مائية صافية صالحة للشرب، تقدر تشرب منها باش نابر هكا. شفت غيران، شفت حوايج بزاف، ديصال كبار هكا فين صغار، هذه أعجوبة. إذن هي منطقة سياحية تستقطب يوميا مئات السواح الذين يأتون من كل حدب وصوب رغم قلة الإمكانيات وافتقار المرافق. لذلك فالجهة الوصية مطالبة بالتدخل لتوفير هذه المرافق لتجعل من هذه المنطقة منطقة سياحية بإمكانها أن تخدم الاقتصاد الوطني. محمد حمادة لتلفزيون النهار من غار جماعة ببلدية بو حمدان ولاية قلمة.